ازاي تبطلي غيرة وحسد انا الثعبان. ازاي تبطلي حربقة، ازاي تبطلي غيرة وحسد وحقد وان انت تتمني زوال النعم من عند الناس. آه، صباح الخير او مساء الخير ايا كان الوقت اللي انا الفيديو ده وصلك فيه. لو مهتمة كملي الفيديو. ازاي تبطلي تقارني نفسك بالناس وتحسي بالغيرة او بالحقد او مشاعر يعني السلبية. هي الغيرة ممكن تكون حميدة، يعني انا شايفة ان في نوع من الغيرة هو ده مستحب وحميد ويا ريت والله يكون عند كل الناس. ولكن امتى بقى بنتضايق، امتى المفروض يبقى في مشكلة؟ لما الغيرة دي بتحاول انها تأثر على حياتنا بشكل سلبي. هي غالبا الغيرة دي بتحصل، يعني عشان نحل الموضوع لازم نعرف اسباب الغيرة. يعني الغيرة دي غالبا بتحصل لما بيكون الشخص التاني عنده حاجة انت مش عارف توصلها، سواء بقى نجاح معين، شهادة، مهارات معينة، حاجة في حياته. فاحنا عشان نتعامل مع الغيرة دي لازم نفهم ان كل انسان ليه رحلته الخاصة. ان انت مش عارف كل الكواليس اللي هو بيمر بيها، مش عارف كل حاجه بتمر بحياته، مش شايف الصوره كامله عشان تعرف هو وصل لده ازاي وعمل ده ازاي وجه على نفسه في ايه وقدم ايه عشان يوصل لهنا. دايما يعني لازم تفكر ان انت تبطل تقارن نفسك او تقارني نفسك بحياه الناس التانية. لان انت لو بتتابعي مثلا خصوصا في السوشيال ميديا، الناس في السوشيال ميديا بتشارك احسن لحظاتهم، محدش بيصور خيبته، محدش هيجيب لك اتفرجوا يا جماعه بصي الخيبه، بص انا خيبتي تقيله عامله ازاي. انا واحده من الناس دايما حاجات كتير قوي بحب لما اجي اعملها في الخفاء عشان لو فشلت محدش يجي يتفرج معايا. فبالتالي الناس ما بوريهاش غير الحاجه الحلوه بس، او اللي انا عايزه اوريها لها بس. يعني مش قصدي ان انت روحي تكبري ووري الناس وبصي يا ناس انا عملت ايه، لا، بس ما بخبيهاش، مش مهتمه ان هي تبان او ما تبانش. ما بديش اهتمام زي ما بدي اهتمام فعلا ان انا كل حاجه عشان تنتهي اعملها في الخفاء، بحيث ان انا ما اشاركش حد. لو هي ما نجحتش ما حدش يقول لي كلمتين يخليني ياخرني عن الخطوه اللي بعدها، او يخليني ان انا اوقف اللي انا بعمله، او ان انا ما فاهمه قصدي. لان في ناس شغلتها ان هي مش هتعمل حاجه، هي مش هتقدم لك حاجه، هي طول الوقت هتقعد تحبط. ايه ده انت بتعملي انت بتسوي مش عارفه فاهم ايه بتاع، انت فاكره نفسك مش عارفه ايه، انت عارفه نفسك. في ناس هي شغلتها كده، هي مش عارفه تعمل حاجه، هي واقفه بس تراقب، تتفرج وتراقب على حياه الناس التانية. تاني حاجه اللي هو زي ما قلت لك، اللي هو الناس ما بتصورش غير او ما بتبينش غير الجزء المثالي من حياتهم، انت مش عارفه الكواليس. طب اقارن نفسي بمين؟ قارني نفسك بنفسك، يعني قارني نفسك، هل انت النهارده زي امبارح؟ هل انت النهارده زي من شهر؟ هل انت النهارده زي من سنه؟ يعني سواء في تطور في شخصيتك في وعيك، هل انت بتشتغلي على ان انت تحسني ده؟ طب انت اللي انت عايشه فيه دلوقتي من 5 سنين مش هو ده اللي انت كنت عايزاه؟ مش ده اللي كنت تطلبي من ربنا ليل نهار ان هو يحققه لك؟ طب ما انت فيه اهو. طب انا عايزه ابقى في وضع احسن، طب ما اشتغل على ده. انا كل يوم راقبي نفسك، وانا اتكلمت في الموضوع ده كتير وفي فيديوهات كتير عندي عن ازاي تخططي، ازاي تعملي الخطه البعيده الخطه القريبه لاهداف ان انت تحسني من نفسك تطوري من نفسك. الامتنان يا جماعه، الامتنان. بصي لنفسك بدل ما تبصي للناس، بصي لنفسك، بصي للنعم اللي عندك، بصي لابنك او بنتك، بصي لصحتك، بصي لشكلك، لجمالك، لايدك، لشعرك، لحياتك، لوالدك، لوالدتك، لبيتك، لان انت عندك بيت، ان انت عندك اكل، ان انت حاسه بالامان. انا لو قعدت اعدد كم النعم اللي احنا بقينا بنتصرف معاها، في نوع من الاف النعم كده، اللي هو في الاف نعم مش ممكن عند الناس. اللي هو انا لو قعدت افكر يعني اعدد الفيديو هيخلص وانا لسه ما خلصتش. اكتبي ده عندك وشوفيه كل وقت عشان ركزي على الحاجات الكويسه، عايزه تزوديها اشتغلي على نفسك. بس افتكري ان دايما في حاجه كويسه، وفي مش هقولك دايما ان في حاجه ناقصه، بس انت فعلا ما تعرفيش الكواليس، ما تعرفيش الشخص ده استغنى عن ايه عشان يكون في المكان او الحاجه اللي انت بتتمنيها دي. زي ما قلتلك ان الغيره ممكن تكون غيره حميده. الغيره ممكن تكون غيره حميده ازاي؟ ان انت مثلا شايفه شخص نجح في حاجه معينه، سالي ودوري هو نجح في كده ازاي، هو عمل كده ازاي، طب هو طور من نفسه ازاي، طب ايه الكورسات اللي اخدها، طب ايه الخطوات اللي عملها، طب هو وصل لدي ازاي. انا فاكره كويس قوي ان في كل الناس اللي حوالينا بيقعدوا يتكلموا عن شخص معين كده، احنا كلنا اغلبنا عارفين، يعني مش هقدر اذكر اسمه، ان هو اكيد فلوسه اللي جابها مش حاجه مظبوطه. ازاي وصل للفلوس دي؟ لما انا تابعت حياته
وعرفت مثلا هو بدأ ازاي. لا هو بدأ بفكرة فعلا كانت عبقرية وخاطر جدا، ولحد ما وصل لمستوى ثراء كبير قوي. كل الناس دلوقتي بتحسده عليه. لا هو خاطر، هو خاطر وبذل مجهود، ومنطقي ان هو يوصل للنتيجة دي باللي هو بيقوله او برحلة حياته. انا ما شفتش ده عن قرب، بس اللي هو منطقيا انت لو عملتي ده هتوصلي اللي هو عمل. ف مثلا حد مثلا وصل لشهاده معينه، اشتغلي مثلا، خدي كورسات، اشتغلي على نفسك. حاولي مثلا انت تشوفي منحه، تشوفي حاجه. المهم ان هو حولي الغيره دي لغيره حميده، ان هو يكون دافع. الشخص ده وصل، انا اقدر اوصل. طالما هو هناك انا اقدر اكون هناك، انا اقدر اكون موجوده هناك. طالما هو عنده ده او وصل لده او عنده الهدف ده، وطالما حد حقق اي حاجه يا جماعه، يبقى التاني يقدر يحقق. ولو ما حققش يبقى برضه تقدر تحققي، مفيش حاجه مستحيله يعني. الممارسة المستمرة، انك تبطل تقارن نفسك بالناس او تغير من الناس او تحسد الناس، دي حاجة محتاجة ممارسة، ومحتاجة ان انت تجاهد نفسك او ان انت تجاهدي نفسك. فانت اشتغلي على نفسك اكتر من كده، ان انت تعمليه مع الوقت هتوصلي. حتى لو ما خدتيش بالك او بقيتي بتتصرفي مع الموضوع ده بدون وعي، حاولي ان انت تفكري نفسك طول الوقت ان انت تبطلي تقارني نفسك بالناس، وتشتغلي على نفسك ان انت تكوني في وضع احسن. صدقيني ده نتيجته احسن بكتير. اخر حاجه، دايما افتكري انت مش في سباق مع حد. انت مش في... احنا مش في ماراثون يا جماعه، انت في سباق مع نفسك. يعني مع نفسك بتاعت امبارح ونفسك بتاعت النهارده. انت في سباق ان انت ازاي تطوري من نفسك، تحسني من حياتك، تشتغلي على نفسك بشكل احسن. آه وبس كده. فانت المفروض تقارني ان انت ما بين نفسك امبارح ونفسك النهارده، وتحاولي، واعرفي ان اي جهد بسيط قوي هتقدمي لنفسك ده هيقربك من اللي انت عايزاه، وهيقربك من اهدافك، وهيحسن نفسك، وان انت تركزي على نفسك اكتر ما تركزي على الناس. شكرا، وصلت لنهايه الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك. لو عجبك الفيديو اعملي لايك وسبسكرايب، ولو في حاجه تقدري تضيفيها لي اتمنى ان انت تكتبيها لي في الكومنت. شكرا.